هاي يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الملوخيه. هقول لكم طريقتي فيها وهقول لكم ازاي نطلعها لونها اخضر والقوام بتاعها يبقى حلو. اول حاجه معانا ملوخيه فريش مقطعينها، وبعد كده انا حطيتها في مصفى بتنزل الميه بتاعتها بعد ما بتغسليها كويس جدا، وبتنزل طبعا كل الطينه اللي فيها. هي بتحتاجي ان انت تغسليها مره واتنين وتلاته لان هي بتبقى فيها طينه وحاجات. بعد ما بتغسليها كويس جدا بتحطيها تحت مصفى تنزل الميه بتاعتها، وبعد كده انا بجيب الصينيه وبفردها عليها كده بحيث ان هي لو ما نشفتش تكمل النشفان بتاعها، يعني تنشف شويه كمان. بعد كده طبعا بتخرطيها بالمخرطه كويس جدا. بعد ما بتخلصي بالمخرطه بتقومي جايبه عندك حله، بحط فيها الملوخيه. اول حاجه بننزل بيها الملوخيه مش الشوربه، عشان تحددي معاكي الشوربه والملوخيه القوام اللي انت عايزاه. تمام. اول حاجه حطيتها هي الملوخيه، وبعد كده حطيت لها معلقه صغيره من الثوم نيه، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، كل ده كده والملوخيه نيه. تمام. وهحط لها فلفلايه سبايسي، لو مش عايزاها سبايسي ممكن تشيليها، بس هي عامه ما تخليهاش سبايسي قوي، بتبقى عاديه جدا. وطماطمايه صغيره مبشوره بتدي للملوخيه طعم حلو قوي. وهحط لها مرقه خضار اللي هي بتاعه الملوخيه، اللي هي بتاعه كنور، لو مش عايزاها ممكن تستغني عنها، بس برضو بتديها طعم حلو قوي. هضيفها عليها، وهتظبطي طبعا الملح بتاعها، دي بتديها طعم حلو قوي. والتركات اللي احنا بنعملها في الملوخيه قبل الطشه ذات نفسها كل ده بيفرق في طعمها جدا. تمام. وبعد كده هقوم بقى تجيبي بقى عندك، يعني انا كل ده خلاص حطيته في الحله، بتبتدي بقى ان انت تظبطي الشوربه. بتحطي بقى شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه انت عايزاها. ببتدي كده اضيف الشوربه، انا كنت هنا عاملاها بشوربه لحمه. ببتدي كده اضيف شويه بشويه، وهبتدي اقلب الملوخيه توصلي للقوام اللي انت عايزاه. انا بحب القوام بتاعها ولا هي تقيله ولا خفيفه. انت بقى عايزاها خفيفه تقدري تقللي تزودي قصدي في الملوخيه، عايزاها تقيله بتقللي في الشوربه، كده زي ما انت عايزه. القوام بقى بتاعك انت بتعملي زي ما انت عايزه. انا هنا بحط الشوربه، وبعد كده ببتدي اقلبها بالمضرب كويس جدا، بتبتدي تقلبيها والنار شغال عشان تفك معاكي. تمام. ببتدي افضل اعمل فيها كده لحد ما تفك كلها وتبقى كلها ايه، حلوه كده. وببتدي اظبط القوام بتاعها تمام، بس يبقوا لو محتاجه تاني ببتدي اضيف شوربه. دي الطريقه دي صح بكتير، احسن من ان احنا نحط الشوربه وبعد كده تنزلي بالملوخيه. هنا مش هتقدري تتحكمي بقى، ممكن بقى تطلع معاكي الشوربه كتيره فتطلع ملوخيه خفيفه جدا. لو طلعت مثلا باظت منك فمش هتعرفي تصلحيها. لكن لو الملوخيه طلعت تقيله بايدك ان انت تزودي في الشوربه. كمان نسيت اقول لكم ان احنا بنضيف لها عشان يبقى لونها اخضر معانا وحلو قوي، بنضيف لها سنه بيكربونات الصوديوم، بس هي ما جاتش معاكم. هنا بتبقى حلوه قوي، بتخليها لونها اخضر وحلو، بس بنحط سنه صغيره مش كتير. هنا انا كنت مولعه عليها وسايباها ان هي تغلي، وهي بتغلي كده بتعمل زي ريم كده على الوش. الريم ده احنا بنشيله عشان يبان لونها كده الحلو. بنشيل الريم ده خالص. الريم ده بيبقى نتيجة ايه؟ لو انت مثلا خرطتيها وفيها نسبة من المية. بصوا انا الريم عندي هنا كان قليل جدا، لان هي ما كانتش مليانة مية، ما كانش فيها مية، يعتبر كان بسيطة قوي المية اللي فيها، فعشان كده عملت لي ايه، ريم حاجة بسيطة. بس احنا بنجيب كده معانا طبق ومعلقة ونبتدي نشيل كل الريم اللي على الوش. هنا كنت بوريكم القوام بتاعها، انا بحب القوام بتاعها كده، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. تمام. هي كده خلصت معايا، شلتها على جنب وابتدي اعمل الطشه بتاعتها. جبت طاسه وحطيت فيها سمنه بلدي، بتحطي كده معلقه من السمنه البلدي، ممكن تضيفي معاها شويه زيت او تحطي سمنه عاديه، تعمليها زي ما انت عايزه. وهبتدي اسيح السمنه وهبتدي انزل بمعلقه من الثوم. مش هنزل بالكزبره مع الثوم، ليه؟ لان لما بتنزلي بالكزبره مع الثوم بيغمق معاكي الطشه. بننزل بالثوم الاول، ومجرد خلاص ما تحسي ان هو داخل في استوى نقوم حاطين معلقه من الكزبره فيها، وبيديله طعم حلو قوي بقى في الاخر. بتبقى ريحه الكزبره لسه فيها فريش كده في الطشه، بتبتدي تضيفيها على الملوخيه، بتخلي ريحه البيت كلها حلوه قوي، والطعم بتاع الملوخيه كمان بيبقى حلو جدا. هنحط كده معلقه حلوه من الثوم، وابتدي اشوحه كله مع السمنه. بصوا هنا الثوم خلاص كان داخل كده ايه، بيدي على لون جولد شويه. هبتدي انزل بالكزبره، هحط كده شويه كزبره كتير،
انا بحب الكزبره في الملوخيه تبقى كتير قوي، بتديها طعم حلو قوي لما بكتر الكزبره، بتبقى حلوه قوي. هي اصلا الملوخيه يعني كزبره، فبالنسبه لي الكزبره بتبقى حلوه قوي فيها. فانت لو عايز تقللي في الكزبره تمام. هنا الطشه خلاص خلصت، هبتدي بقى اضيفها على الملوخيه كلها. وهبتدي طبعا الحركه المصريه بتاعتنا كلها، هناخد من الملوخيه نحط في الطاسه وننزل كده ايه على الطاسه كلها تاني، وهنقلب الملوخيه كلها كده مع بعض. بصوا الحركه دي، ونقوم حاطينها بس. وهقلب بقى الملوخيه كده كلها مع بعض، تديها زي غلوه بسيطه مش كتير، علشان خاطر ما تسقطش منك او تبقى مش حلو، ما تخليهاش تغلي معاكي قوي. هقلبها وبس، هي كده جاهزه معانا وخلصت، هنقدمها على التقديم وخلاص. بتقدميها بقى جنبي فلفل، بتنجان، اي حاجه انت عايزاها، بتبقى طعمها حلو جدا. والطريقه دي بتبقى حلوه قوي ومظبوطه. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وبس كده الطريقه خلصت. ولو عجبتكم الوصفه متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناه بس. وشوفوا بقى قوام الملوخيه وهي بتنزل كده، واللون بتاعها الاخضر الحلو. بصوا. وبس كده بالهنا والشفا.